ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وفي الحلقة بتاعت النهاردة احنا هنتكلم عن المسلسل الملعون ذا ايدول، واتمنى ان انتوا تكملوا معايا الحلقة للاخر لان انا استحملت بالعافية ان انا اكمل المسلسل ده علشان اعمل الحلقة دي واطلع كل اللي جوايا. فيا ريت ما تنسوش لو الحلقة بتاعتنا عجبتكم تبقوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة، وارجوكم سامحوني لو كنت اجريسيف شويه في الحلقه. وعلى فكره انا بصور الحلقه دي بعد تريلر رياكشن بتاع كيلرز اوف ذا فلاور مون، فلو لسه ما شفتوهوش ابقوا ارجعوا اتفرجوا عليه. وعامة حابب اعتذر ان الحلقة دي اتأخرت، انا عارف ان المسلسل خلصان من يوم الاثنين بس للأسف كان ورايا شوية حاجات كده كنت بخلصها، ويا دوبك لسه مخلص وبقيت فاضي النهاردة، عشان كده الحلقة هتوصل لكم يوم الجمعة. انا بعتذر جدا عن الموضوع ده، ومن غير تطويل كتير يلا يعني ندخل في الفيديو. بس تحذير مهم جدا قبل ما ندخل، المسلسل ده مسلسل للكبار فقط باكتر طريقه ممكن تتخيلها في حياتك، وانا للاسف في الحلقات دي هتطرق لحاجات كتيره جدا من اللي المسلسل اتكلم فيها، وبالتالي الحلقه بتاعتنا مش هتبقى مناسبه تماما للمشاهده العائليه. وبالتالي لو انت داخل تتفرج على الحلقه وكان جنبك طفل او اي حد ما ينفعش يتعرض للمحتوى ده او يسمع كلام عنه كمان، يفضل ان انت ما تتفرجش عليه. ولو انت عايز تاخد فكره عن مدى سوء المحتوى ده وليه بحذرك قبل ما ادخل الحلقه بتاعتنا احنا لاني هتكلم فيه بشكل كبير، بص على البوستر بتاع المسلسل واتفرج على التريلر، وانت هتعرف انا هتكلم في ايه كويس قوي، وهتعرف ليه الحلقه دي مش مناسبه لاي حد من الاطفال. بس كده، اسف ان انا طولت عليكم في المقدمه. دلوقتي يلا ندخل في الحلقه. مسلسل ذا ايدول هو مسلسل من بطوله ذا ويكند بالمشاركه مع ليلي روز ديب، ومن اخراج سام ليفنسون، او مش من اخراج قوي يعني، هو مسلسل كرييتد باي سام ليفنسون وبالمشاركه مع ذا ويكند كمان. المسلسل يعتبر التجربه الاولى في عالم التمثيل لذا ويكند، ومن هنا حابب ابتدي ان انا اوصل صوتي للفنان ذا ويكند واقول له خليك في الغنى احسن، عشان اللي انت عملته فيا ده كتير. بس مش دي نقطتنا دلوقتي، هنوصل للاداءات بعدين. خلونا نبتدي نتكلم عن القصه بتاعت المسلسل. مسلسل ذا ايدول بيتكلم عن المغنيه المشهوره جوسلين. جوسلين مرت بحادث مؤلم جدا من فتره قريبه، وهو وفاه والدتها. والحادث الأليم بتاع وفاة والدتها دون بيسيب على جوسلين أثر نفسي سلبي، وهو ما يؤثر على محاولتها على الإبداع وإنتاج العديد من الأغاني والألبومات الموسيقية القادمة، خصوصا مع ميعاد اقتراب الجولة الموسيقية بتاعتها. وقرب الوقت ده بتظهر شخصية غامضة في حياتها، وهي شخصية تيدروس. فيا ترى مين هو تيدروس وإيه لازمته في الموضوع، وداخل هنا علشان يساعدها ولا داخل علشان يستغلها؟ هو بصراحة الحتة اللي في الآخر دي أنا مزودها لأني مش عارف قصة المسلسل عايزة تتجه لفين، فأنا معرفتش أقفل السينوبسيس بتاع القصة، معرفتش. خلونا نتكلم في الأول طيب على القصة والأحداث ونمشي واحدة واحدة مع بعض. مبدئيا مفيش قصة، لأن كل اللي المسلسل قدمه لنا في الموسم الأول والأخير منه، وأتمنى ذلك وتقريبا هو اتأكد أوريدي إن مش هيتجدد لموسم تاني، إن المسلسل كان بيركز كتير جدا على التوابع النفسية السلبية بتاعت شخصية جوسلين، وكان بيركز شوية تانيين على إزاي بتحاول تتعامل معاهم، وإزاي الناس اللي حواليها بتحاول يا إما تساعدها يا اما تستغلها بسبب الحاجات دي. الناس دي ممكن يكونوا التيم بتاعها كله، ممكن يكونوا اصحابها مثلا او اسرتها او ناس تعرفهم من زمان، وممكن يكونوا برضو واحد غريب غامض لسه طالع في حياتك. كل ده ما عنديش معاه مشاكل. ايه المشكله طيب بعد كده؟ المشكله ان احنا ما بنركزش اصلا على ازاي هي بتحل الكلام ده. ليه بقى؟ تعال اقول لك ليه. لان المسلسل بتاعنا هنا مركز على الجرأة الشديدة جدا في المحتوى الجنسي. ماشي، ده شيء متوقع من واحد زي سام ليفنسون، واحد عمل مسلسل زي يوفوريا واللي يعتبر من الأجرأ برضو على مدار التاريخ، حتى بالنسبة لي أجرأ من جيم اوف ثرونز شوية. ولكن ما توقعتش ان المسلسل يبقى بالهزلية دي، لان في احدى المشاهد كده اللي هو يعني انت بتعمل ايه؟ انت كده، انت كده بتحاول تلهمها مثلا ولا انت بتعمل ايه؟ انا مش فاهم. ان المسلسل بيحاول يستخدم المشهد اللي في دماغي ده، وانت تقريبا في الحلقه يا الاولى يا الثانيه بيحاول يستخدم المشهد ده على انه دي محاولة شخصية تدرس ان هو يلهم شخصية جوسلين. ده غير ان المسلسل بيحاول اثناء ما هو بيعمل واثناء ما احنا بنشوف مساهمات شخصية تدرس مع جوسلين، انه بيحاول يرسي قواعد غريبة جدا ان ده شيء عادي بيحصل. ايه المشكلة؟ لا، وايه المشكلة كمان ان يكون ده اللي يقدر يحفز على الالهام؟ لا، وغير كده كمان كل الناس اللي حواليها بتتفق، وهي نفسها بتتفق باستثناء صاحبة العقل الوحيدة اللي ما بتبقاش برضو يعني بتعمل اي حاجة او ليها اي تأثير على الموضوع، وهي صاحبتها. اللي انا مش قادر افهمه ان ليه شخصيه زي جوسلين توافق على التعامل الغريب اللي كان بيتعاملوا معاها تدرس، وليه سبحان الله مفيش اي حد قادر يقف في وشه. مع كامل احترامي يعني الراجل الحاجه الوحيده اللي كانت مريبه فيه هي تصرفاته، لكن لا حسيت انه خطير ولا حسيت انه شديد ولا حسيت انه جامد ولا حسيت انه يقدر يعمل اي حاجه في اي حاجه. والدليل من بيتاكد اكتر تقريبا في الحلقه الرابعه او في الحلقه الخامسه اللي هي الحلقه الاخيره يعني، لان فجاه شخصيه جوسلين بيحصل معاها خلاف مع شخصيه تدرس، وساعتها بتقرر انه ولا هيساعدها
هيساعدها في تنظيم الحفلة ولا هيساعدها في الغنى ولا هيساعدها في أي حاجة، بل وإنها كمان بتبتدي تاخد الناس اللي كانوا بيساعدوه اللي هم أشبه بكالت شوية، وبتطلب منهم إن هم يعملوا حاجات عكس اللي تدرس بيطلبها تماما، وبتطلب منهم إن هم يشاركوا في العرض الخاص بتاعهم. والغريب إن طول أنت أحداث المسلسل أنت شايف إن تدرس اللي مقوين الناس اللي معاه، لأن الناس دول محسسينك كده إن هم يعني مأمنين بيه زيادة عن اللزوم. ولكن تيجي في مشهد زي ده محدش اتكلم، محدش قام، محدش وقف، محدش راح وقف في جانب تدرس، ما فيش حد وقف معاه خالص. كل الناس كانت فرحانه ان هم خلاص يعني بداوا يطلعوا سلم كده زياده للعالميه، لان كل الناس تقريبا ما ادوش اي رد فعل فعلا، لا بالايجاب ولا بالسلب، ولا في صف جوسلين ولا في صف تدرس. ولكن بعدها بشويه بياخدوا رد الفعل ان هم قابلين كلام جوسلين وبينفذوه. الغريبه بقى ان الناس دول اللي هم اشبه بالكالت ما كانوش واقفين في صفه زي ما واحد من اقرب اصدقاء جوسلين ما كان واقف في صفه. طب اقلها لي، ادينا المنطق بتاع الموضوع، بلاش دي، انسى دي خالص. دلوقتي انت عندك لما بنيجي نتكلم في الحته بتاعه الحاله اللي كانت عايشاها جوسلين والماضي بتاعها مع امها اللي ما ركزناش عليه بشكل كبير قوي، ولكن اتحكى لنا عنه شويه من خلال جوسلين ومن خلال بعض الشخصيات الاخرى، بنسمع كلام ما تحسوش راكب على بعض. مره جوسلين تقول حاجه، ومره احد اصدقائها اللي معاها من زمان يقول حاجه تانية. مره جوسلين تتصرف بطريقه تدعم الكلام اللي هي بتقوله، ومره تتصرف بطريقه تدعم الكلام اللي بيقوله الشخص التاني. يعني كأن المسلسل مش عارف هو رايح فين وعايز يعمل ايه بالظبط. احنا شويه ماشيين يمين وبعد كده لا انا سوري انا كنت قاصد ادخل شمال، لا معلش انا اسف انا كنت المفروض اخد اليو تيرن. يا ابني ما تتنيل تحدد انت كنت عايز تعمل ايه بالظبط عشان ما تزهقناش معاك. انسى كل ده، ولنفترض ان كل العك ده بيتقدم في سياق درامي قوي واداءات رائعه وحوارات جامده جدا، او بيناقش قضايا جامده جدا تخليك تتغاضى عن كل القرف ده. وللاسف مفيش اي حاجه من الحاجات اللي انا لسه قايلها دي حصل. خلونا نبتدي اولا بالاداءات ونبتدي بليلي روز ديب. مبدئيا الشخصيه دي انا اسف ان انا قلت عليها في حلقه الانطباعات انها مقبوله، لان وشها ما بيعرفش يطلع رياكشنات اصلا. هي حاولت كتير ومجهودها كان الى حد ما باين انها بتحاول تعمل مجهود، ولكن للاسف كله مرمي في الزباله، ان كان بسبب المسلسل نفسه او قصته او احداثه، او ان كان بسبب ادائها هي فعلا، لانها للاسف مش كويسه قوي. بنيجي بقى للكارثه الكبيره، ذا ويكند. انا بحب جدا اغاني ذا ويكند، ما بسمعهاش كلها ومش متابع كتير، ودي على فكره تقريبا حالتي مع غالبيه المطربين والاغاني اللي بسمعها. ولكن عايز اقول لك ابوس ايدك مالكش دعوه بعالم التمثيل بجد. الشخصيه دي شخصيه سامجه واداؤه صعب جدا. يعني شخصيه تدرس نفسها سامجه جدا، ولكن هو نفسه اداؤه غتت بطريقه مش طبيعيه. انا مش قادر افهم ليه واحد زي ده قدر يلفت نظر جوسلين. انا مش بتكلم لاي اسباب غير انه بجد دمه تقيل جدا وسامج جدا ومالوش اي حضور ولا كاريزما. فبجد للاسف المسلسل على مستوى الاداءات من اسوأ ما يمكن. طيب هل المسلسل بيتكلم عن قضايا مهمه مثلا المجتمع بيعاني منها وعايزين ان احنا مثلا نقول ان لا ده ما ينفعش؟ لا بالعكس، ده انا حسيت ان المسلسل بيقول ان الكلام ده ينفع عادي جدا. ده غير ان المسلسل 3/4 الوقت بيتعامل مع كل موقف هو عايز يتعامل معاه من خلال طرح حدث جنسي. يعني مثلا النوعيه ده من المحتوى لما كانت زياده عن اللزوم في مسلسل يوفوريا ده كان شيء عادي. اقول لك ليه عادي، لان على قد ما كانت كتير وعلى قد ما كانت جريئه وعلى قد ما كانت فالجر، ولكن كان في قصه وفي دراما وفي شخصيات وفي اداءات كويسه وفي قواضي فعلا مهمه المسلسل بيحاول يناقشها. فانا لو حاولت اتغاضى عن النوعيه من المحتوى اللي بيضايقني في النص لانه كان جريء زياده عن اللزوم وكان كتير زياده عن اللزوم، هلاقي حاجه استمتع بيها. لكن للاسف هنا في المسلسل انا تقريبا عندي فيلم كان المفروض يتحط على موقع غير شبكه اتش بي او خالص، وكنا نخلي المقاطع اللي في النص دي عامله زي اعلانات. يعني المشاهد اللي فيها حوارات واداءات وكده اشبه باعلان وسط المسلسل، لان للاسف المسلسل متروس من النوعيه دي من المحتوى، وللاسف بشكل كبير جدا وبدون هدف، وما فيش ولا قصه وراها ولا اي قضايا بنحاول نناقشها، ولا حتى في اداءات عدله ولا في قصه عدله ولا في احداث عدله ولا في احداث منطقيه ولا في اي حاجه. ده غير كل ده بقى بينتهي باسوأ طريقه ممكنه، اللي هو ايه النهايه اللي حصلت في نهايه الحلقه الاخيره دي. يعني كده انا دلوقتي اصدق ايه ولا ما اصدقش ايه؟ دلوقتي النهايه دي بتقول ان جوسلين كذبت في كل حاجه قالتها امها عن الابيوز والكلام ده كله، والواضح كده ان هي اللي كانت بتستغل تدرس مش هو اللي كان بيستغلها. مبدئيا ده شيء في قمه العبث ومش منطقي مع اي حاجه المسلسل حاول يقدمها. اولا لان من الاول اللي خطط لان جوسلين تتقابل مع تدرس هو تدرس، لانه كان ليه واحده من الناس اللي هم معاه واصدقائه دول، او الناس اللي هم يعني بيتبعوه بشكل عام، كانت من ضمن فرقه جوسلين وخططت ان هم يروحوا الملهى الليلي بتاعه ويقعدوا معاه ويسهروا فيه شويه، والباقي بقى يتساب عليه هو علشان يقدر ان هو يسحرها ويحبها او يقنعها يعني بيه والكلام ده كله ويدخل في حياتها. النهايه بتحسسني ان الكلام ده ما كانش حقيقي، بتحسسني ان وكأن جوسلين كانت عارفه
وكأن جوسلين هي اللي راحت وهي اللي عملت وهي اللي سوت وهي اللي خططت وهي اللي استغلته علشان الناس اللي معاه والمواهب اللي معاه، بل وانها كمان خلت واحد من التيم بتاعها يطرد تدرس ويخليه ملهوش اي علاقه بعالم الموسيقى من قريب او من بعيد. ولكن بعد ما قالت انها عايزه تسيبه، وبعد ما حسستني ان هي الجامده قوي لانها في النهايه بتعمل مشهد غريب جدا، بعيدا عن التصرفات الغريبه اللي هي كانت بتعملها، اللي كانت بتقول لي انها بتكذب طول اوقات المسلسل ده كله، هي دعت تدرس تاني من غير ما اي حد يعرف، واتعاملت كانها بترجعه تاني للاضواء، بل وانها قدمته في الحفله بتاعتها كمان. فدلوقتي مين اللي كان بيستغل مين؟ وحتى يا سيدي لو هي اللي كانت بتستغله، ليه ما كنتش ترجعني مثلا بمشهد فلاش باك توريني ان هي فعلا الشخصيه سيئه جدا، هي اللي كانت مخططه وهي اللي كانت عارفه وهي اللي كانت عامله كل ده، وكل ده كان حاصل بمزاجها؟ ليه ما ترجعش تقول لي حاجه زي دي علشان يبقى الكلام مفهوم؟ لكن لا، انت سايبني على ان كل حاجه حصلت كانت منطقيه، وكل المفاجآت اللي اتفاجئتها وكل التصرفات اللي حصلت دي ما كانتش تعرفها، وجيت في الاخر تتعامل معايا على انها اجمل واحده في الدنيا، نفسيتها قويه جدا، بل وانها مسيطره عليهم كلهم وقادره تستغلهم كلهم كمان. طب اقنعني يا اخي، حاول تبيع لي الموضوع شويه. ولكن الكلام ملوش لازمه، انا بس كان يعني الكلام ده كان مضايقني قوي من جوايا، وكنت عايز اتكلم فيه واقوله، لان بجد المسلسل ده من اسوأ ما يمكن. انا كنت بعاني وانا بخلص كل حلقه منه. ومع وصولنا لمرحله التقييم اقدر اقول لكم ان للاسف المسلسل ده ما فيهوش ولا نقطه واحده ايجابيه. زي ما قلنا، ولا قصه ولا احداث ولا منطقيه ولا اداءات ولا اخراج ولا اي حاجه. هو فقط ما يشابه القصه اللي حاطينها في مسلسل علشان نقدم قدر كبير جدا من المحتوى الجنسي اللي ملوش داعي خالص، علشان ما يتقالش عليه ان هو كده. لا يا معلم، احنا عندنا قصه وبنعرض على اتش بي او ماكس او على منصه اتش بي او بشكل عام، ولكن للاسف المسلسل ذات نفسه ما فيهوش اي حاجه تصلح ان اي بني ادم طبيعي يتفرج عليه. وعشان كده تقييمي النهائي والاخير للموسم الاول والاخير من مسلسل ذا ايدول هو زبله حمام من 10. بامانه مش هديله رقم، ويعني هسيبه كده قاعد فاضي يفكر مع نفسه بقى ايه، يعني يعيش كده حياه وجوديه شويه، يفكر انا ايه اللي عملته غلط في حياتي، لانه ما عملش حاجه صح في حياته اصلا. بتكلم عن المسلسل يعني، لو ما كانش كلامي واضح قوي، لان انا عارف ان انا كنت متضايق جدا وبطلع جمل غريبه. المهم، طبعا الاهم من الكلام ده كله هو رايكم في المسلسل ورايكم في الحلقه. طبعا تنزلوا تحت تقولوا لي في الكومنتات ضروري، بس يعني عشان تبقى في حاجه عدله حصلت في يومي بعد المسلسل. وطبعا كالمعتاد ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يجي لكم كل الحلقات الجديده. كالمعتاد كان معكم مره من مره ريفيوز، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.